السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. اليوم نشوفوا فريد معطاوي يقصف الاتحادية الجزائرية والمحيط نتاع بيتكوفيتش ويوجه رسالة للشعب الجزائري: خلوا بيتكوفيتش يخدم في راحته. قبل لا نبدأ خوتي، ما تنسوش لايك الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. نسمعوا معطاوي خوتي مع بعضنا وبعد ندور راينا في التعليقات. عماد، أنا من وجهة نظري الخاصة، نحن الذين وضعنا أنفسنا في هذه الصعوبة. لماذا؟ سوف أشرح. أولا، إذا أردت أن نكون منصفين في التحليل، لا يجب أن نتحدث عن الغائبين، نتحدث عن التشكيلة التي اختارها بيتكوفيتش، ويجب أن يكون التحليل وفق ما اختاره بيتكوفيتش. أنا ضد من يتحدث اليوم على غياب فلان وعلان، ولماذا ولو كان فلان حاضرا لكانت المباراة مغايرة والنتيجة معاكسة وما إلى ذلك. يجب أن نحلل وفق ما نمتلكه من معطيات التي وضعها بيتكوفيتش بين أيدينا على هذه الطاولة. عندما نتحدث عن الصعوبة، أنا اليوم لا أتمنى أن أكون في مكان محيط بيتكوفيتش وليس بيتكوفيتش. بيتكوفيتش مدرب بالكاد بدأ يتعرف على عناصره التي سوف يعمل معها إلى غاية 2026. لذلك أنا تحدثنا من قبل وقلنا لا يجب أن نحكم على بيتكوفيتش في هذه المباراة من حيث الأداء، وطلبنا بالنقاط لكي نبقى في السباق. اليوم هي ليست الكارثة مثل ما قد يعتقد البعض. نحن ما زلنا في المرتبة الأولى وبفارق الأهداف أحسن من غينيا، صعبنا على أنفسنا الوضعية. وعندما أقول صعبنا على أنفسنا الوضعية، أتحدث على تلك الظروف التي أحيطت بهذه المباراة. كانت هناك الكثير من الفولكلوريات في التحضير لهذه المباراة. أنا لم أرى ولن أرى في المستقبل أي منتخب وأي ناخب يحضر لمباراة ونقتحم حصصه التدريبية، مرة بمجموعة من التقنيين ومرة أخرى بزيارة لاعب نجم وما إلى ذلك. هذه المباراة تتطلب تركيز عالي وعال جدا. لم نضع بيتكوفيتش في أحسن الظروف لكي يكون في أحسن الأحوال في هذه المباراة. لم نضع بيتكوفيتش في أحسن الظروف من حيث التحضير، سواء في هذا المعسكر أو قبيل هذا المعسكر أو قبل هذا المعسكر. أتحدث على التزامن الذي كنا نلاحظه في الفترة الأخيرة. في نهاية المطاف ضيعنا على هذا الناخب الكثير من الوقت ونحن نطوف به يمينا وشمالا، شمالا شرقا غربا، وكأن الرجل أو كأننا وضعنا رجل في المونديال وتأهلنا ولم يبقى لنا سوى السياحة وما إلى ذلك. لو وضعنا بيتكوفيتش في أحسن الظروف، ولو تركناه يعمل بعيدا على ضغوطات التي كانت من هنا وهناك، لو تركنا بيتكوفيتش يعاين اللاعبين وفق المعطيات الرياضية ووفق ما تعلمه طيلة مساره التدريبي، لما وصلنا اليوم إلى ما شاهدناه. أنا فريد اليوم لا يلوم بيتكوفيتش ولا يلوم اللاعبين، بل يلوم محيط بيتكوفيتش. أنا لا ألوم بيتكوفيتش وأنا أساند بيتكوفيتش، ويجب أن نبقى مساندين لهذا المدرب. لكن قلناها قبل المباراة ونقولها اليوم بعد المباراة: اتركوا بيتكوفيتش يعمل. لم نترك الرجل يعمل إلى حد الآن منذ أن عين هذا الناخب على رأس المنتخب الوطني الجزائري، ونحن نضغط على هذا الناخب بطرق غير رياضية، سواء في الاختيارات، سواء في المعاينة، سواء في الظروف الحسنة التي يجب أن نوضع فيها أي ناخب. لم يكن بيتكوفيتش محظوظ من هذه الناحية. لذلك ربما البعض يرى هذه النتيجة سلبية، أنا أراها إيجابية من هذه الناحية. يجب أن نرفع أيدينا عن المنتخب الوطني وعن عمل بيتكوفيتش في المنتخب الوطني. إلى غاية هذه اللحظة الرجل لم نضعه في الظروف الحسنة لكي نتكلم اليوم على ظروف هذه المباراة. هو تحدث ربما على بعض المعطيات. أنا أقول بأن ليس لديه الوقت للتدارك، لأن هناك 3 أيام سوف نجري مباراة أخرى. لا يجب أن نخسر المباراة القادمة، وإلا سوف يدخل الشك في صفوف المنتخب الوطني وفي تأشيرة التأهل. كنا فائزين بمباراتين 6 على 6 من حيث النقاط. اليوم خسرنا على أرض ميداننا. ليست نهاية العالم، لسنا المنتخب الأول الذي
استطاع التأهل بعد هزيمة على ما زالت كل الأوراق بين أيدينا. يستحق منتخبنا سواء المنتخب الوطني أو أي منتخب أن يكون في المونديال وينهزم على ميدانه. يستطيع باعتبار أننا غيرنا المدرب، ورأيت وناصر سوف ربما يعني يبحر في التحليل التكتيكي. رأينا عندما نغير بعض اللاعبين كيف نفتقد لميكانيزمات العمل مع المجموعة. عندما كنا نطالب الكثير من المحللين بين قوسين عندما كانوا يطالبون بضرورة التغيير، رأينا اليوم عندما غيرنا بعض العناصر وعندما أعدنا بعض العناصر التي لم تقدم الشيء الكثير على مدار 8 سنوات، رأينا كيف كان الأداء اليوم وكيف كانت النتيجة وكيف كانت الميكانيزمات الغائبة بين اللاعبين. لذلك للذين تسرعوا وقدموا ذلك الحكم على الكثير من اللاعبين في المباراة الودية، بنزيا لا يستطيع أن يسجل بالمقصيات في كل المباريات. عندما تحدثنا يا عماد على طوبة، لو تتذكر في مباراة الكاميرون عندما أقحمه الناخب الوطني كبديل وقالوا لنا لماذا لم يقحم هذا اللاعب لأنه يتميز بمستوى، قلت ساعتها لا يجب الحكم على أداء ومردود لاعب في مباراة. رأينا بعد ذلك كيف كان مردود طوبة ونرى اليوم كيف كان مردود بنزيا. لذلك لا يجب أن نتسرع في الحكم وفي التحليل بردة الفعل وأيضا بالتحليل بالانتقام. هذا ما كان موجود في الآونة الأخيرة. اليوم علينا أن نصطف كلنا وراء هذا الناخب وأن نبعد روح الانتقام في التحليل وفي المعطيات وفي الكثير من الأمور. اليوم صفحة جديدة، علينا أن نكون وراء هذا المنتخب. خسرنا نعم، لكننا لم ننهزم ولم نخسر ورقة التأهل، وما زلنا في الرياضة بفارق الأهداف فقط. يجب أن نضع أيدينا يعني بيننا لكي ندفع بهذا الناخب للعمل في ظروف أحسن. أقول وأعيد وأكرر، لم نضع بيتكوفيتش في ظروف حسنة لكي نحكم عليه اليوم. عليكم بترك بيتكوفيتش يعمل في الإطار الرياضي دون غيره. صراحة الحديث تاع معطاوي حديث كله منطقي. لازم درك المباراة انتهت ومناش راح نغيروا الماضي. احنا نتمناو من اللاعبين تكون عندهم روح اللعب وعندهم كما نقولوا احنا حابين يشمخوا تريكو، ومازالت في دينا مازالنا عدة مباريات، 7 مباريات ان شاء الله نحققوا فيها التأهل الى المونديال. المباراة هذه تاع اوغندا ايضا مباراة حاسمة جدا لمصير التأهل الى المونديال. نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. خاوتي ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وما تنساوش خلوا لنا رايكم في التعليقات حول حظوظ المنتخب الوطني للتأهل لكأس العالم 2026 ان شاء الله. وفي الاخير السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.